لو كنتم زيي من محبين الحلويات الشرقية بكل أنواعها، سواء الهريسة أو البسبوسة أو الكنافة أو البقلاوة أو الحجازية أو أي صنف من الحلويات الشرقية، وبتحبوا جدا تاخدوا منها حتة مع شاي العصاري زي ما أنا بعمل، يبقى أكيد البسبوسة بتاعتنا النهاردة اللي بمقادير بسيطة جدا واللي ما بتاخدش أكتر من 3 معالق سمنة، واللي بتكون مرملة جدا وطعمها حلو قوي وطرية وناعمة أحلى من أي بسبوسة ممكن تكونوا دقتوها من عند أي حلواني. يبقى أكيد بسبوستنا النهاردة هتعجبكم جدا. لو أول مرة تشوفوني، أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا نص كيلو من دقيق السميد، هننزل عليه برشة خفيفة من الملح ونقلبهم كويس قوي. والناس اللي عندها ميزان هتعمل بالميزان، والناس اللي ما عندهاش ميزان هنعير لهم كل حاجة بالكوباية. أنا استخدمت سمنة جاموسي، حطيت فيها 50 جرام من السمنة بالظبط، هم 3 معالق. سيحتهم شوية على النار وسبتهم لما بقوا دافيين، وخلطتهم بالسميد كويس قوي لحد ما بقى زي حبات الرمل. هنبدأ نوزن 300 جرام من السكر ونعيره بالكوباية، المج الموجود في كل بيت هو ده 300 جرام. طلع بالظبط معايا كوباية من المج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت وتلت. هنحط كمية السكر دي في كاسرولة، وهنوزن 150 ملي من الحليب، حوالي 2 كوباية من نفس المج، وننزل بيهم على السكر. وبعدين هنوزن 50 جرام من عسل الجلوكوز اللي بيطلع بالظبط معلقتين من عسل الجلوكوز. هنقلبهم كويس قوي ونرفعهم على النار لحد ما يدوب السكر وعسل الجلوكوز. هنحط معلقة من السمنة أو نص معلقة زي ما تحبوا في صينية مقاس 30. هيكون في الوقت ده خليط السائل بتاعنا يعني داب وبرد. هنخلط بيه خليط السميد اللي مع السمنة، ونقلب من تحت لفوق بدون ما نعجن، ونصبه في الصينية بتاعتنا، ونبدأ نسوي السطح بعد ما نبل ايدنا بالمية. والتريك المهم جدا ان احنا هنخبطها كده اهوت لحد ما السطح يستوي يتساوى زي ما انتم شايفين. هنحطها في التلاجة لمدة ساعة، والموضوع ده مهم جدا، بيفرق جدا 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 في طعم البسبوسة، وبيخلي كل حبات السميد تتشرب بالسمنة كويس قوي وتنفش وتبقى جميلة. هنبدأ بقى في الوقت اللي هي في التلاجة نعمل الشربات اللي هنسقيها بيها. كوباية سكر، عليهم كوباية مية من نفس المج، وعليهم معلقة من عسل الجلوكوز، وهنرفعهم على النار هيغلوا. بعد ما يغلي نسيبه حوالي 2-3 ونطفي عليه. كده البسبوسة بتاعتنا قعدت ساعة. هندخلها على فرن في 170 درجة لحد ما الجناب بتاعتها تتحمر. نفتح عليها الشواية ونصب عليها الشربات، والشربات دافي والبسبوسة سخنة، مش الشربات سخن والبسبوسة سخنة، ونغطي عليها لحد ما يتشرب. هنبص نلاقي ان سطح البسبوسة بتاعنا بقى طري زي ما انتم شايفين. هنغطي عليها تاني بعد ما نفك الجناب كده، نحزز بالسكينة علشان ما تلزقش فيها، وهنغطي عليها تانية ونسيبها تكمل بقية انها تشرب الشربات بتاعها. ولما تبرد خالص هنقطعها علشان تبقى بالمنظر التحفة الجميل ده. انا مش قادرة اقول لكم طعمها تحفة قد ايه، مش قادرة اقول لكم هي ناعمة وطرية قد ايه، يعني تحفة إلى أبعد الحدود. عسل الجلوكوز بيخلي البسبوسة بتاعتي والشربات يخلوها تمط شوية، فيها مطة، وده مهم جدا. احنا بقى في اسكندرية بنحب جدا البسبوسة ونحط عليها قشطة زي ما حضراتكم شايفين. بنشيل وش اللبن ونصفيه كويس قوي ونحطه على البسبوسة بالشكل ده، ونحب ناكل البسبوسة بالقشطة. الموضوع ده مشهور جدا جدا في اسكندرية. اعتقد ممكن يكون مشهور في اماكن كتيرة، ان الناس بتحب تاكل البسبوسة بالقشطة، بيبقى طعمها في حتة تانية خالص. لو عجبتكم وصفة البسبوسة النهاردة، اتمنى ان انتوا تنفذوها وتحطوا عليها قشطة كده بالمنظر ده، وتاكلوها بالشكل ده وتدوقوا الطعم الخرافي ده. اتمنى لو عجبتكم انكم تنفذوها وتكتبوا لي رايكم واسئلتكم في التعليقات، لان فعلا البسبوسة بالقشطة حاجة تحفة. وبالهنا.